بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحصة الخاصة. لن يرحم التاريخ أمريكا إذا كان من بينهم بريء واحد. اعتقلوهم دون وجه حق إرضاء لأمريكا، عذبوهم كل أنواع التعذيب وداسوا كرامة الأشخاص والأمم في معتقل غوانتنامو. الزميل رياض بن عمر أعد لنا هذا التقرير، تابعوا معنا. شرعت السلطات الأمريكية باستعمال معتقل غوانتنامو منذ 2002 لسجن من تشتبه في كونهم إرهابيين وأعداء لها، إذ يعتبر السجن سلطة مطلقة لوجوده خارج الحدود الأمريكية. يتواجد في أقصى جنوب شرق كوبا ويبعد 90 ميلا عن فلوريدا، ولا تنطبق عليه أي من قوانين حقوق الإنسان إلى حد جعل منظمة العفو الدولية تقول أن معتقل غوانتنامو الأمريكي يمثل همجية هذا العصر، أين تمحى فيه جميع القيم الإنسانية وتنعدم فيه الأخلاق ويتم معاملة المعتقلين بقسوة شديدة. مما أدى إلى احتجاج بعض المنظمات الحقوقية الدولية وإلى استنكارها والمطالبة لوضع حد لهذه المعاناة وإغلاق المعتقل بشكل نهائي. هذا انتهاك تام لحقوق الإنسان، يجب أن تغلق، وأيضا بلغراد وكل السجون هي تنشط بطريقة غير عادية اليوم. أوباما في 2009 التزم بغلقه في نهاية 2010 عندما قاله لنا، ولكن لا يزال مفتوحا وفيه 170 شخص مسجونين في غوانتنامو الذين سجنوا بطريقة غير شرعية بدون حكم سابق، وجزء منهم يجب أن يحاكم. رغم هذا يتظاهر الرأي العام ودعاة حقوق الإنسان لغلق هذا المعتقل، فهل صدقت نوايا الغرب وعمالة العرب في غلق أكبر معتقل لانتهاك حقوق الإنسان في تاريخ البشرية؟ لم يفرقوا بين الأجناس إلا في معتقل غوانتنامو. إسلامي عربي جزائري، هو شاب عبار هواري ذو 24 ربيعا، 7 سنوات معرض لأشعة إكس المحرمة عالميا وإنسانيا، 7 سنوات لا يعرف القبلة، الأدهى والأمر، لا يعرف لماذا اعتقلوه. إذا سألته عن غوانتنامو يجيب. الزميلة كريمة سواق تنقلت إلى مسكنه بوهران لتسليط الضوء على قصة اعتقاله قبل وأثناء دخوله المعتقل، وعادت لنا بهذا اللقاء. السيد هو اللي بغينا نعرفوا في أول التصريح تاعك كيف تم اعتقالك، كيف كانت قصة اعتقالك قبل دخولك سجن غوانتنامو؟ كانت قصة اعتقالي كانت في دولة جورجيا في روسيا. كنت في روسيا، كنت عايش تماك هناك، كنت متزوج، عندي زوجة وكذا، فكنت عايش في هذاك المكان، فتم اعتقالي بعد ما كنت عايش هناك من طرف جماعة من المافيا. هي ليست مافيا، لكن هما بالنسبة كما نقولوا احنا استخبارات جورجية، لكن مع تعاون مع المافيا. وكانت بقضية أموال، عن طريق أموال، لأنه كانوا جماعتين، وبعد دوك الجماعتين باعونا بعد 3 أيام باعونا لأمريكا. الاعتقال تاعك تم مباشرة بعد تفجيرات 11 سبتمبر 2001. لا ماشي بعد 2001. ثم قعدت قريب 7 موا ولا 8 موا. تم الاعتقال في افريل 29. ابريل 29. ومن بعد وين حولوك مباشرة بعد الاعتقال؟ بعد الاعتقال حاولوني يدوني ثم دوك نحكي لك بالتفصيل. انا كنت خارج من البيت، كنت انا واصدقائي، فلما كنا خارجين بالسيارة وإحنا ظنينا حادث سيارة، دخلت فينا شاحنة كما نقولوا عن طريق حادث سيارة، وبعدين جاوا كأن مجموعات بأسلحة كثير، ممكن حوالي قريب 15 سيارة ولا مش عارف، مسكونا وبعدين أخذونا للغابة في واحد المكان في غابة هكذا. بعد
من بعد باعونا الناس واحد اخرين في الغابه، غيروا السيارات. من بعد لما غيروا السيارات بعد 3 ايام حطونا في بيت. فلما حطونا في البيت قعدنا حوالي 3 ايام. من بعد هذيك 3 ايام تسمى كما نقولوا حنايا جاو الامريكان داونا CIA الاستخبارات الامريكيه، داونا من مطار بطائره خاصه الى سجن في افغانستان. نعم. وكيف كانت التحقيق معكم في افغانستان؟ كان التحقيق كان بشتى يعني كان تحقيق بالعذاب نعم، بالتعذيب، بالكهرباء، بالماء، بكل شيء. جلسنا حوالي تقريبا 8 أشهر في الظلام، سجن الظلام، ظلام دامس. كل أنواع التحقيقات، كل عدة استخبارات جو حقوا معنا الاستخبارات البريطانية، الاستخبارات الأمريكية، الاستخبارات الفرنسية، الاستخبارات الروسية، حقوا معنا المغاربة، الاستخبارات المغاربة، جو تاني حقوا معنا المصريين، حقوا معنا الأردنيين، الاستخبارات الإسرائيلية موساد، تسمى DST سكوتلنديا، هادو كاع من بينهم تاع الاستخبارات الروسية. لكن اللي شفنا منهم العذاب كثير هم الاستخبارات الروسية والبريطانية، الاستخبارات الأمريكية، كذلك في فرنسية بعد باغرام، في سجن باغرام، لأن عاودوا رجعوا للفرنسيين، الاستخبارات الفرنسية DST. والمصريين، المغاربة، السب والشتم، الأردنيين، هادو هما. وكيف كانت حياتك اليومية في السجن تاع أفغانستان قبل ما توصل للمنطقة تاع غوانتانامو؟ أما كان كل يوم تعذيب كل يوم، ولا كانوا يعطوكم فترات يخلوكم في السجن؟ لا، تقريبا 8 أشهر كلها تعذيب، لكن ليس التعذيب مثل معناه. بعض الأحيان يستعمل معك التعذيب الجسدي، وبعض الأحيان التعذيب المعنوي، يلعب لك على المورال. بعض الأحيان يعطيك أكل، بعض الأحيان ما يعطيكش، بعض الأحيان لأن في سجن الظلام كانوا يعاملونا واحد الطريقة. أعطيك مثال، نحن ما نشوفوا شيء وإحنا مربوطين في الزنزانة، فكان يأتي يفتح الباب. إحنا كنا نعرفوا وقت الأكل، إحنا ما نعرفوا لا الليل ولا النهار، فكان يأتي وقت الأكل. فلما يأتي وقت الأكل إحنا نظنوا باللي جابوا لنا الأكل، لأن الظلام ما تشوف، حتى يدخلوا علينا الكلاب، إحنا ما نعرف، حتى يطير عليك الكلب منا ولا يطير عليك منا. كانت طريقة هي نعم الأكل تاعكم كانوا يعطوه هذا في السجن. نعم، هذه في الوقت. بعض الأحيان يجي الأكل، وبعض الأحيان يجي الكلب، فاحنا ما كنا نعرفوا بعض الأحيان هل الكلب يأتي ولا الأكل يأتي. فولينا كي يفتح الباب يجيك داك تهيأ نفسك باللي غادي تشوف حاجة ماشي مليحة. هذه. وبعد من انتم من كنتوا في سجن أفغانستان كانوا معكم بزاف من الجزائر ولا كان جنسيات مختلفة؟ نعم، كانوا معنا يمنيين، كان معنا واحد جزائري اسمه جمال، هو من وهران. كان معنا يمنيين، كان معنا واحد سنغافوري، كان معنا كذلك هذا أبو يحيى اللي راه يسموه في أفغانستان، اللي هرب من السجن. كانوا معنا الناس كثيرين في السجن. التهم كانت نفسها، يعني تهمة انتماء إلى جماعة إرهابية مش بالخارج؟ لا، هذه التهمة هنا عملوها لنا، ليس التهم تاعنا أننا نحن أعداء مقاتلين لأمريكا وحلفائها. هذه هي، كأننا نحن إرهابيين وأعداء لأمريكا وحلفائها. حلفائها معناه الناتو ومن وراء أمريكا. هذه هي. ومن وصلتوا نقلكم لسجن غوانتانامو؟ يعني كان أول يوم قضيتوه في سجن غوانتانامو كيف كان؟ هي البداية كانت لما أخذونا من مطار كابول، مطار باغرام، على طول بالطائرة إلى ألمانيا. نزلت بنا الطائرة في ألمانيا، وبعد ألمانيا أخذونا إلى غوانتانامو. جلسنا حوالي تقريبا واحد 8 ساعات في ألمانيا في المطار، لكن نحن ما نشوف شيء. احنا عارفين باللي رانا في ألمانيا وكذا، لأن الفرنسيين قالوا لنا هذا الشيء. وبعدين من ألمانيا طارت بنا الطائرة إلى سجن كوبا، إلى غوانتانامو.
هذه. وكان أول يوم كان نزلونا في المطار، من بعد المطار ذهبوا، من بعد هذاك المطار خرجونا في حافلات، ومن بعد الحافلات ركبوا في مثل السفينة كأنها، ومن بعد السفينة قطعت بنا الماء، ذهبنا في الماء، وبعدين نزلونا من السفينة، أتوا الحافلات كذلك، وبعدين ركبونا في الحافلات، جلسونا في تقريبا حوالي 8 ساعات في الأرض تحت حرارة الشمس والكلاب، ونسمع السب والشتم، لأن كانوا مترجمين معهم عرب كما يقول لها سبحان الله. احنا هذه اللي كنا نحيروا فيها، كما يقول العسكري الأمريكي يقول العربي، مثال كما يقول الكلمة اللي يقولها بالإنجليزي لابد يقولها العربي بالعربي، كما نقولوا مطيع جدا. عمرنا ما شفنا طاعة كما هذه بالنسبة للمترجمين اللي عند أمريكا. وكيف كانت زعما الظروف السجن في المعتقل تاع غوانتانامو؟ كيف كانت الظروف زعما؟ كانت أنا لما أخذوني لغوانتانامو أخذوني في 2003 في أفريل، أواخر أفريل. فلما وصلت لغوانتانامو تسمى 2003 2004 2005 تقريبا حتى البداية تاع 2006 كلها تعذيب ومشاكل وكلها اصطدامات مع. أحنا كانت أنواع التعذيب اللي كانوا يستعملوه كانت الموسيقى، يدخلك في غرفة ويغلق عليك ويعمل لك موسيقى حتى ما تسمعي نفسك، لو كنت تهضري مع نفسك ما تسمعي نفسك، وهي ليست موسيقى. كاين كثير يظن بأنها موسيقى، هي ليس مثل تسمع في الشريط هذاك، تسمع منشار، قطار يمشي، مرأة تصرخ، طفل يبكي، كأنه بصوت عالي. نعم بصوت عالي زعما، حتى كان صوت زعما رهيب سبحان الله. كانت بطريقة جميلة خادمينها باش هما كانوا يريدون يخرجونا، لأن كثير من تقعدوا مدة تاع التوقيت وانتم في هذه الغرفة 24 ساعة تقريبا، 24 ساعة، وفي اللي يقعد 48. وبعض الأحيان كانوا يربطونا مع الأرض ويطلبوا المكيفات ويرموا علينا الماء بارد، يشمخونا احنا مربوطين في الأرض، ويطلق الموسيقى، وجلسة تقريبا 24 ساعة 48 ساعة. وكان الضرب من طرف الحراس. كانت تاني من أنواع التعذيبات، تقولي له أعطيني الدواء، مثال درسك ضرك، تقولي له أعطيني كاشي تاع درس، يعطيك كاشي تاع عينين ومش عارف يعطيك. كانوا هي الطريقة تاعهم يجربوا فينا الأدوية. بعض الأحيان تشوفي هكذا المحبوس في أسبوع أصبح سمين، بعد أسبوعين يرقاق، بعدين كأن أشكال. تلقي محابيس مساكين كما نقولوا حنايا ما يرقدش أسبوع 15 يوم جالس برك. كانت أنواع كثيرة. على ذكر الأدوية كانوا يقولوا بلي هناك من كانوا يعطون في مكان الأدوية يعطوكم مخدرات. نعم. وين؟ نعم مخدرات، كانوا يعطونا مخدرات، هذيك الإبر كانوا يعطوها لنا قبل التحقيقات، لأن في غوانتانامو في الأسبوع 3 مرات تحقيق في الأسبوع، وكلها هذه هي 5 سنوات الأولى 3 مرات تحقيق في الأسبوع تقريبا. كيف يكون التحقيق؟ تحقيق شديد جدا. لما يأتي عندك العسكري يقول لك عندك تحقيق، جهزي نفسك للحرب. كيف كان نوع التحقيق مع الأسئلة اللي كانوا يطرحوها عليكم في كثير من بين الأسئلة هي يسألك على الناس ممكن مطلوبين، يسألك مثال على الزرقاوي أين تدرب، يسألك على كذا، يسألك كيف علاقتك بأسامة بن لادن، يسألك هل أنت ماذا ترى في القاعدة. كثير أسئلة، وفي أسئلة شخصية على نفسك، شو تحب شو ما تحبش، إيش هي الحاجة. مثال كما أنا كانوا يسألوني كثروا لي على قضية المكان اللي كنت عايش فيه، هما كانوا يظنوا بأن الزرقاوي تدرب فيه، فكانوا يظنوا باللي كانت بيناتنا علاقة وكذا وكذا. هذا هو الأصل. كانوا مكثرين علينا شوية في هذا المجال. فكانت أغلبية الأسئلة كذلك، وهي ليست إلا الأسئلة، هما كأن من بين من تبيان الأسئلة كانوا حتى يسألونا على أمور. مثال أنا جزائري يسألوني على الجزائر، هذا مغربي يسألوه على المغرب. كانوا يظنوا فيه أشياء في الجزائر هما مش عارفينها، يريدون يعرفوها. مثال أنا لما سألوني على الجزائر تقريبا
مثال هو يسألك كيف سموك، متى ولدت، كيف وين كبرت، المدرسة اللي درست فيها، شا درست، شايلة أنواع المهن اللي أخذتها، كذا كذا كذا. يسألك كل الأسئلة من اللي ولد إنسان من بطن أمه. بعدين إيش يوقع؟ بعدين كي توصل لدرجة مثال نعطيك اللي ركزوا عليها جيد هما مثال في قضية الجيش الوطني، التحرير الوطني، الجيش تاعنا، الميليتير تاعنا. مثال كي توصل مثال أنا في 1990 يقول لي ماذا عملت؟ 1987 وين كنت؟ 88 وين كنت؟ 89 بالتفصيل. بعدين كي يوصل مثال ل 90 عندك 90 جيد، 90 لما وين كنت في الجيش الوطني. ايش وين اين اخذوك؟ فيبدا يسال ايش الاسلحه، انواع الاسلحه اللي دربت عليها، ايش شفت في الثكنه، ماذا رايت مثال في الكازيرنا اللي كنت تدرب فيها. مثال انا مره سالني ماشي غير يسالك على القضيه الارهابيه، هما كانهم في الاسئله تاعهم كانهم متخوفين من كل الشعوب العربيه ومن كل الدول العربيه. هما يشوفوا في كل، على حسبنا احنا، على حسب تحليلاتنا، كانهم يشوفوا كل الشعوب العربية كلها إرهابية، ويوما ما كأنها تعتبر خلايا كلها نائمة. ما زعمك ما تقوليلاش كما قال لنا واحد CIA، خطرة هو واحد CIA هي أصلها برازيلية، قالت لنا حنايا، وقلت لها دروك حنا مسكتونا في جورجيا. أنا راك تسأليني عن الجزائر، فلا بد حنا نعرفوا عليكم كل شيء الآن. تخوف. نعم، عندهم ذاك مجهزين نفوسهم لأمر ما في المستقبل. معناه باللي هذه المجتمعات، هذه الشعوب، ممكن هو الآن في المخمرة يشرب ولا مش عارف، فيأتي يوم غادي يربي لحية ويجي يقاتلهم. خاطر علاش؟ عنده هذيك الفطرة في قلبه بأنه فطرة الإسلام، معناه بأنه مسلم. هذه هي. بون كيفاه تم بعد كاع هاد السنوات 7 سنين وانت قضيتها في سجن غوانتانامو، كيفاه تم قرار الإفراج عنك؟ هي قرار الإفراج لما جاء الوفد الجزائري، لأن بدأت تأتي الوفود، كل الوفود تاع المساجين، مثل الوفد الأوزبكي، السعودي، كذا كذا كذا. فأتى الوفد الجزائري، فبدأت تأتي الوفود الجزائري، من بينهم الوفد الجزائري. فلقانا جاء واحد يمثل وزارة الخارجية، وواحد يمثل وزارة العدل، وجاء السفير تاع اللي موجود في أمريكا، السفير الجزائري اللي موجود في أمريكا. فجلسوا معنا وجلسوا كل واحد. لما أتوا كانت معاملة جيدة أمام الوفد الجزائري الحمد لله، لأن الوفود الأخرى، مثال نحكي لك على الوفد الليبي، عذب الليبيين قدام الأمريكان، كانوا مانيش عارف ليش عمل هكذا. كما الوفد المصري عذب المصريين. مثال الوفد الروسي، مش الروسي، أنا لما نقول لك الروسي ليس معناه موسكو، روسيا. أنا مثل لك على الجمهوريات الروسية مثل أوزبكستان، أذربيجان. مثل الوفد الأوزبكي عذب الأوزبكيين مساكين، ضربهم قدام الأمريكان. كان يبين نفسه يريد يقدم خدمة لأمه الكبيرة أمريكا. يبين نفسه يعني بأنه مطيع، الولد المطيع الذي لا يخرج عليها. وهذا الأمر لم يحدث؟ لا الحمد لله مع الوفد الجزائري. لا هذه حقيقة زعما أنا عندي بس مشكلة مع الجزائر، بس مشكلة واحدة. لكن بالنسبة للمعاملة مع الوفد الجزائري كانت معاملة جيدة وابتسامة، حتى أكلنا معهم في المكاتب، جابوا لنا أكل طيب وكذا. ولما جاوا العسكر، خاطش احنا كي ندخلوا غرفة التحقيق كانوا يعملوا لنا كلبشات في لي مينوط في رجلينا، وكاين حلقة في الأرض يربطوها هكذا باش ما نتحركوش مع الكرسي، وحنا مربطين هكذا بالكلبشات في يدينا والسلسلة في بطننا. فلما التحقيق يمر هكذا، فلما أتى كل الوفود إلا بعض الوفود اللي عملت مثل الوفد الجزائري، إلا الوفد الجزائري لما أتى نادى العسكري قال له افتح له، قال له ما تخليش هكذا. فجاء العسكري راح طلب من الكنترول العام تاع اللي يراقب الكاميرات، فقال له نادي الجارد كوماندار، هذا القائد تاعهم تاع المارينز كما يقولوا هما زعما. فأتوا وفتح لي الكلبشات، عملها حسيتوا براحة في ديك معناها كأنك حتى قال لنا تاع كسموه، قال لنا تاع وزارة العدل، قال لي في هذه الغرفة راك في الجزائر ما تخممش.
نقدروا نشروها بالدراهم باش نعاملوه كيما نحبوا. قلت له بارك الله فيك زعما عملوها كاع مع الجزائريين. هذه هي. بعد هذه بدات المحاكمات في امريكا، بدات حاكموني المره الاولى، المره الثانيه رونفواي كما يقولوا هما، الغاء. بعدين سقطوا لي الحكم لان احنا كانوا عاطينا تهمتين، عدو مقاتل لامريكا، والتهمه الثانيه تشكل خطر على امريكا وحلفائها. كانوا يحقوا معنا 3 سنوات، السنتين الاخيره كانوا يحقوا معنا في هذه التهمه. تقاتلوا مع الشيشان ضد الروس؟ لا، هما ايش يقول لك دوك نفهمك. كاين تهمتين، كاين عدو مقاتل لامريكا وحلفائها. حلفائها شكون؟ كاع اللي والما امريكا تقلع يجي يتبعوها، البوطيات الصغار تاعها، بريطانيا، فرنسا، هادو كما يقولوا حنا الدبابيس تاعهم. فلما امريكا تقلع تبغي تضرب بلاد، هادو كاع يجوا، معناها هادو كاع حلفائها 72 دوله ومش عارف بما هو باين، لكن ما هو اخفى تحت الطاوله ماناش عارفين شكون اللي راهم حالفه. فهادو حلفاء، معناها انا وجماعتي كاع اللي في غوانتنامو حنا اعداء مقاتلين، حنا معناها الاعداء تاعهم. والتهمه الثانيه داروها لنا من بعد، يريدون يدرسوا العقليه تاعنا. هل نحن اذا خرجنا من سجن غوانتنامو نشكل خطر على امريكا وحلفائها؟ معناها ساسبي انا نخرج غدوه ان شاء الله، راني نمشي في الطريق لقيت ماريكاني نذبحه، هو يخمم كيما هاك، اسكو لقيت بيس يجري نتيري على الدراجه ينقلب يموتوا كاع. كيفاه زعما باللي نقتل. ايوا، هل سوف ننتقم بعد السجن تاعنا ولا لا؟ فبدات هذه دراسات، داروا لنا السجن الخاص في غوانتنامو يسموه السجن الخامس. هذا السجن جلست فيه انا حوالي 9 أشهر في السجن هذا. زنزانه من اسمنت، باب حديد، كل شيء الكتروني، ما تشوفي ولا انسان، تشوفي الا المحققين، والمحققين اللي جاوا كأن محققين اختصاصيين دكاتره نفسانيين. هذه كأن يدرسوا فيك، يعاملك، يخطر ينرفيك، شهر يلعب لك على المورال، يشوفك شاك باغي دير، الشهر الاخر يعاملك غايه. وهي كانوا يحاولوا يضغطوا عليكم باش نتوما تعترفوا بتهم ما هي هذيك الضغط الاولاني باش نعترفوا بالتهم. لكن الان هذه المعامله اللي قلت لك هذه السنتين الاخيره ولا 3 سنوات ولا 2 ونصف، هذه كانت معامله كما نقولوا يريدون يخرجوا ايش موجود احنا في عقولنا. مثال يغضبك، عند الغضب يبين الانسان. كانوا يعاملونا بهذه الطريقه لان كانوا دكاتره نفسانيين. لان في هذه عامين وشهر 15 الناس اللي كانوا ناس كبار بزاف، شيوخ في السن، ممكن الصغير فيهم عنده 59 سنه ولا 58، بس مع المترجمين ويريحوا كل شيء مغلوق، واسئله كأن في الصميم. تجاوبي كيما قال لك ايش يدير الميت في يد غسالو، تجاوبي على حسب الظروف. بعض الاحيان تجاوبي على الشيء اللي عندك انت. انا مثال لما كانوا يسالوني نجاوب الشيء اللي كنت عايشه انا، باللي زعماك خاطش انا المسك تاعي ايش وقع. لان الاستخبار الامريكا دارت انونس كما نقولوا اعلان، من يمسك لي عربي نعطيه كذا وكذا. احنا شراونا بالاموال تقريبا، احنا شراونا تقريبا، انا وحدي شراوني تقريبا 300,000 دولار، دفعوا فيها للمافيا 300,000 دولار، تقريبا 4 مليون، اكثر من 4 مليون دولار. فكانت هما كانوا لما داروا هذا الانونس، فالمافيات وكذا عارفين ديك المناطق اللي في ديك الجهه في روسيا ولا في بلدان ستان، هادو افغانستان واوزبكستان وكذا، هادوك فيها مافيات بزاف. فكل واحد يريد يكسب اموال. فنحن ما كما قال لك ارض قتلت جاهلها، احنا ماشي موجودين في ارضنا، يقدر يبيعك الوقت اللي يحب ويشريك الوقت اللي يحب. هذا هو الاصل. كان تسليم كنت في الزنزانه تاعي، فاتوا كورونالات مش عارف تاعهم، الجيش تاعهم، المريض تاعهم، ومعاهم مترجمين، معاهم الامام تاعهم، هما دايرين امام زعما مرشد ديني. زعما مرشد ديني، زعما باش يفهمنا بلي هذه ماشي طريق مليحه وطريق ماشي عارف. هما صانعينه يعني من التصميم تاعهم اسلام امريكي متامرك، اسلام احنا نادوه الاسلام المتامرك.
فجاو عندي نادوني بالرقم تاعي، كان الرقم تاعي 1016 1016 معروفة. فلما جاو عندي عيطوا لي بالرقم تاعي، فخرجت لهم انا قلت لهم ايش فيه؟ قال لك هل انت جاهز باش ترجع نريد الرجوع الى بلدك الام كما قالوا هما. قلت له نعم. قلت له كيف زعما؟ قال لي راك خارج. قلت له خارج راجع للجزائر؟ قال لي نعم. قلت له نعم انا جاهز باش نرجع الحمد لله. كان الاحساس تاعك من قالوا لك كانت هي بعض الأحيان، لأن 7 سنوات سجن ليست سهلة، كأن كما نقولوا يوقع ارتعاش في الجسم، كأن إنسان في ذيك اللحظة كأن لأني أنا فقدت الأم تاعي وأنا هناك في السجن. وكان تفكيري زعما في العائلة تاعي كيف راهي عايشة، زعما هي على بالنا بلي الله سبحانه وتعالى هو الخليفة في الأرض، ربي اللي كما يقولوا احنا بالجزائرية اللي خلق ما يضيع. كيف في ذيك اللقطة كان لي واحد كان يحوس على الخرجة، بصح كي جاو قالوا له راك خارج بعد 7 سنوات، كي راني خارج إلى أين؟ شي غادي نعمل؟ ماذا سوف نفعل؟ كلي تكحر كما نقولوا احنا، واحد يبقى مشي في عقله 7 سنوات ما سمعتش كلمة كيما هذه، في آخر المطاف يجي يقول لك خارج كي خارج هذه راجع الجزائر؟ نعم. ففرحت فرحة كبيرة الحمد لله. كانوا تماك مساجين معايا، داروا لي حفلة الخروج والوصايا، ودعينا ربي وقول للمسلمين في الجزائر وصوني زعما قول لأي واحد تعرفه باش يدعي لهم ربي باش يخرجوا. جلس بعد هذيك الكلمة اللي قالوا، بعد ما جابوا لي الخبر 3 أيام بعدين خرجوني لواحد المكتب. في هذاك المكتب لما ذهبت لذلك المكتب كان لي نوقع على واحد الأوراق بأنني نواعد أمريكا بأنني إذا خرجت ما نزيد نقاتلها كما قاتلتها من قبل. فقلت له أنا أصلا ما قاتلتكم وعلاش نوقع؟ شكون قال لك باللي أنا كنت نقاتلك من قبل؟ أنا ما قاتلتك مولو، أصلا أنت راك جايبني هنا ظلما وزورا، أنا ما درت والو أمام الله سبحانه وتعالى. انتم راكم جايبيننا هنا لماذا؟ لاننا نحن عرب مسلمين وبس، هذه هي. فاخير وقعت؟ لا ما وقعت، لان هما ما يفرضوا عليك باش توقع. فبعدين لما رجعوا بالاوراق تاعهم غيروا لي السجن، اخذوني السجن رقم 6 معسكر السادس. فجلست في هذاك المعسكر السادس حوالي 20 يوم. بعدين جابوا معي واحد جزائري اخر سموه عابد احمد، رجل كبير ما شاء الله، إنسان طيب في خير، هو أصله من الحراش لكن الآن هو متواجد في غرداية، ساكن بغرداية. بعدين أخذونا من الزنازل، غيرونا الملابس، أعطونا أغراضنا، أعطونا المصحف. بعدين لما ركبونا في السيارات دخلت كانوا كثير عساكر، ركبونا في تلك الحافلات. بعدين الحافلات أخذونا إلى باخرة، حافلة واحدة ليست حافلات، حافلة واحدة إلى باخرة. بعدين ركبونا بالباخرة، الباخرة مشت في المحيط هذاك، لأن هذاك أصلا المحيط. بعدين من المحيط بقينا روحنا في المطار، من طائرة كبيرة. فركبنا في الطائرة، نحكي لك على الطائرة كيف كانت طائرة كبيرة فيها كراسي، ربطونا كرعينا مع الأرض ويدينا هكذا بالسلاسل حتى في الطائرة. كان حوالي معنا تقريبا 70 مريض، 70 هكذا، كانوا كثير جدا، وكانوا ناس مدنيين معنا CIA. شحال كنتم معتقلين اللي في هذاك اليوم؟ إلا أنا وعابد أحمد. فربطونا في تلك الطائرة، وطارت بنا الطائرة في السماء. ولما طارت الطائرة عرفت مترجم يجي يقول لك أنت راجع الآن لبلدك، معنا مترجم. كانوا يفتحونا بس واحد السبت هنايا باش نقدر نكسر يديك، يجيب لك الأكل في الطائرة، لأن الطائرة حوالي جلست في السماء 13 ساعة تقريبا في السماء. احنا هكذا بطريقة تاع مربطين، مغلطين على الآذان تاعنا ودايرين لنا نظارات باش ما نشوفوا ولا شيء.
من بعد لما وصلت الطائرة تسمى هذيك المسافة كلها في طريق ليس ما تسمعي عاملين الصوت، وكأن الكونديشن هذاك مكيف على وجوهنا باش عملوا لنا كلبشات أخرى تاع بلاستيك ونزلونا من الطائرة، فوجدنا نفوسنا في مطار. كان الله أعلم مطار أكيد مطار بوفاريك، مطار العسكري. فلقينا السيارات مدة عايز سيارات الشرطة تاع الجزائرية، كأن عساكر وشرطة واقفين كثير، وجاو 2 تاع مدنيين. كان المارين سلمني أنا الأول، سلمني للمدنيين فمسكني. أول كلمة سمعتها من المدني هذا قال لي جزائري، قلت له نعم. قال لي ما تخافش راك في بلادك، بلي سكن في مدينة وهران وكذا. قال لي يا صاحبي، قال لي شداك لهناك وكذا. قاعدوا يتكلموا معايا يعطوني في المعلومات، كان يطلعوا لي في المعنويات. وركبوني في السيارة وبعدين جابوا عبد أحمد معايا وداونا لواحد المكان ما شفناش السيارة مغلوقة. بعدين جلسنا ما دخلونا الزنازين حقيقة. DRS الاستخبارات الجزائرية عملونا في مكان، عطاونا فراش، كانت معاملة فوق الجيدة الحمد لله. كنا نأكل أكلهم، وكنا ما شاء الله حتى المعاملة التحقيق بالضحك، كلام أين كنت أين ذهبت، ما كان تعذيب ما كان فيه شيء. حوالي 12 يوم تقريبا. وبعدين بعد 12 يوم ركبونا في السيارات، داو عمي عابد داو على الغرداية. بعدين انا خرجوني العاصمه، داوني المقهى، قالوا لي قهوه معانا كما قالوا بالجزائريه. الكلمه هذه مده ما سمعتهاش. فتقهوينا وكلينا الجاطو وكذا. ومن بعدين ركبوني في السياره راحوا بيا في الطريق، فكانوا يضحكوا معايا بالضحكه. كيما واحد قال لي احنا رايحين في الليل. هذه اخر نكته نقولها ولا ما نقولها؟ لا قولها. نكتة قال لي في الطريق، قال لي إذا سقطنا في البراجات تاع الشرطة احنا نحموك، بس إذا سقطنا فيهم قال لي أنت تسلقنا منهم زعما على فأنا قلت له ما كاش مشكل، أنا نسلككم وأنتم سلكونا غير من الشرطة، ما كاش مشكل. فوصلنا لواحد المدينة كذلك، نزلوني تقهوينا ثاني، هما يصرفوا من جيوبهم. بعدين ذهبنا لغليزان، مدينة غليزان، سلموني السلطات الأمن تاع غليزان. بعدين ما شاء الله ثاني غليزان ركبت معهم في السيارة، جاو بيا حتى لوهران، مدينة وهران. داوني المركز هنا دوزيام، الناحية الثانية في العسكرية دوزيام ريجيون. كانت كذلك معاملة جيدة. ما جلست في الزنزانة في البداية، حطوني في الزنزانة. بعدين أتى الضابط قال له افتح له الزنزانة، هذا إنسان خطير. فبعدين تحقيق جلست معهم تقريبا. وصلنا هنا الناحية الثانية في دوزيام ريجيون على 4 تاع العشية هكذا. جلست حتى 8 تاع الليل تحقيق، شكون انت شكون اسمك. بعدين كان جماعة ميرامار DRS استخبارات رفدوني بالسيارات. انا ما كنتش نعرف السيارات ايش هما هذاك الوقت، هذه كليو ما كنتش على بالي كاع كاين هنا في الجزائر شرايطو. ركبوني في سيارات جديدة، جابوني من دوزيام ريجيون، وصلوني حتى داروا بيا في وهران. داوني مشيت لي فولاز، وراو لي باتيمون تاع موبيلار، وراو لي قالوا لي شو بلادك تسقمت وكاع. بعدين جابوني حتى للبيت، حتى لهنا للحي ما شاء الله. فجيت صعدت، لقيت صحاب الحي استقبال حار ما شاء الله. كانوا على علم بالحدود تاعهم؟ لا ما كانش على بالهم، حتى واحد ما كان. ما جات هكذا القدر. بعدين جيت داخل لقيت الاب تاعي هنا، تكلمت معاه. بويا قال لي خلع الدار. كانت الام تاعي خاطر هذه امي الثانيه، لان امي توفات ما شاء الله، ثاني نشكرها على كل شيء. لقيتها قايمه بالدار ما شاء الله، اللهم بارك، ان شاء الله ربي يبارك فيها. ففرحت ودرنا حفله، وكانت الفرحه كبيره. كانت متوقعه. بعد استفادتك من البراءة اللي تم إصدارها يوم الخميس الماضي بمجلس قضاء الجزائر، ماذا تطلب من السلطات الجزائرية؟ لما أنا استفدت من هذه البراءة، أكيد أن السلطات الجزائرية من البداية كانت تبين بأن تعطيني البراءة، يعني أنا ما عملت شيء في الجزائر أصلا.
واصلا السلطات الجزائريه ما عندها اي شيء باش تتهمني به اصلا، يعني ما في اي دليل. لكن انا استفدت الحمد لله، اخيرا استفدت، حتى كانت المعامله في العداله كانت معامله جيده بالنسبه للعداله. لكن طلبي من السلطات الجزائريه هو كان اول شرط لما تلاقيت بالوفد الجزائري في امريكا، لما كنت في السجن غوانتنامو. لأن لما جاء الوفد الجزائري سألني أنا سؤال من بين الذين سألهم الأشخاص، وكلهم سألهم هذه الأسئلة. يعني أنا ما نتكلم إلا على نفسي، نتكلم حتى على إخواني اللي أتوا معي. الناس شفنا كما قال لك ذقنا نفس المرار نفس الغبينة. فكان أول سؤال قال لي تهبط للجزائر؟ قلت له نعم، لأني أصلا حتى لو أنا ما نحبش الجزائر، أنا مثال، أنا من الأشخاص اللي فرضا مثالا اكزامبل كما يقولوا، انا ما نحبش الجزائر اكزامبل، ماشي معناها انا ما نحبش الجزائر، مثال فرض افتراض باللي انا ما نحبش الجزائر، بس امام واحد اجنبي ولا عدو ما نبين باللي انا ما نحبش الجزائر. اكيد صح. فلما سالني هذا السؤال قال لي هل تهبط لبلدك؟ انا عارف باللي الامريكان راهم يسمعوا في الميكروفونات وراهم يشوفوا في الكاميرا كيفيه التحقيق بيني وبين الوفد الحقي الجزائري. فأنا قلت له نعم أنا نهبط، أفتخر بأنك أنت ابن بلدي وجاي تشوفني، نهبط لبلادي. كي تسألني هذا سؤال يسألون الناس، صح؟ هذا ماشي سؤال كي واحد يقول لك ترجع لداركم، كي دارنا هذه، صح ولا لا؟ هذا بيتنا، أرضنا، كاع الجزائر لابد احنا كاع الجزائريين نحموها، ولابد نكونوا فيها، مهما تروح تغيب 100 عام ترجع لبلادك. هذه هي. يقول لك الحميلة ضاع ما يرفدوه غير مواليه. هذه هي. دوك انا من قال لي هذه الكلمه قلت له لكن المشكله موجود مشكله واحده. قلت له نحن لما كنا في ليترونجي، كنا في الخارج، كثير هنا من بينهم انا عملنا السيتياسيون تاعنا في ليترونجي. دوك انا كي نرجع للجزائر وما عنديش سيتياسيون، ما عندي لا مسكن لا عمل ولا شيء، ما عندي ولا شيء. كي نرجع اين نرجع؟ هل نرجع نوقف في الرصيف، نوقف في الشارع؟ ايش نعمل انا؟ قال لي وعدني بهذا اللفظ، قال لي ترجع للجزائر حقوقك كاملة تكون عندك. قلت له أعطيني مثال، أنا ما أشترط عليك، بس أنا ما أريد ملايير ولا أعطوني تيو تاع غاز ولا بترول ولا شو ندير به، صح ولا لا؟ أنا أريد طلب مشروع حقي كجزائري كأي مواطن جزائري، لأنك مادام أنا تعطيني حقي نهار اللي تناديني نكون موجود، صح ولا لا؟ فمن بين أنا أريد حقوقي كأي جزائري مواطن جزائري أريد. قال لي كل حقوقك. قلت له مثل ماذا؟ قال لي مثل السكن، مثل كذا مثل كذا، مثل العمل، إن شاء الله سوف يكون لك عمل وسوف يكون لك سكن. قلت له جيد ليس مشكلة. قلت له الآن أنا نوقع بجا. قلت له أنا مش راني رافض باش نرجع للجزائر لأني أنا ما نحبش بلادي ولا حاشا لله. أنا كنت متخوف من المصير تاعك قضية المعيشة، قضية السيتياسيون في الجزائر، لأني أنا لما نجي للجزائر لأن المعيشة شوية تأثر، فالإنسان ما يقدر يكون آلاز في حياته. مثال في قضية سكن، أنا ما عندي سكن وعندي أولاد وعندي زوجة وعندي كذا، خصني سكن، صح ولا لا؟ فلما أنا لابد نجيب أولادي. كما الآن عندي مشاكل في قضية نقولها للحكومة الجزائرية، عندي مشاكل مع أهلي. لماذا؟ من أجل السكن، لأن لما تأتي أهلي هنا أين أخذها؟ لا راهم في بلادهم، راهم في فنلندا. فدروك مثال أنا دروك لما أنا نتكلم هو وعدني وعود وقال لي هبط لبلادك وما يخصك ولا شيء. مين الشخص اللي وعدك؟ تاع وزارة الخارجية، الممثل تاع وزارة الخارجية ووزارة العدل كذلك، ثاني هو وعدني، كان قصير القامة، كان أنا أذكر. فلما رجعت للجزائر كان استقبال ما كذا، لكن انا الحق، لان المشكله تاعي الحق اللي راني نطلب فيه، مانيش نطلب كلي زعما واحد بغى يدير فيك بليزير ولا، هذا حقي انا جزائري. وين نعيش؟ لابد نعيش في بيت، تكون عندي اسره وتكون كذا ونندمج في وسط المجتمع، هذا هو الاصل. الشرط الثاني تاعي ولا ما تقدرش تعمل لي سياسه، وحنا نقولوا باللي الجزائر فقيره كيما الكابون ولا ما عندها ولا شيء، اعطيني جوازي وخليني نروح نخدم صوالحي برا. على الاقل انا كان عندي رزق برا نقدر ندخله للجزائر ونخدم به. الشرط الثالث
اللي شرطته هنا في الجزائر ان الحكومه الجزائريه توقف معايا باش نجيب التعويض تاعي من امريكا، لاني انا مبرئ. ممكن اخذ تعويضي يكون ذاك التعويض فتح باب لخير لي ولبعض الناس، صح ولا لا؟ وكانوا يريدون يعرفوا كذلك الشعب الجزائري ايش ابنائهم قاسوا في هذا السجن المشؤوم، سجن امريكا، الغولة اللي خالعة العالم هذا ولا مش عارف شو ولا. لكن احنا نقول لهم نشكرهم شكر كثير، ونشكر كل قناة النهار على هذا الاستقبال، وبارك الله فيهم على كل شيء. نقول لهم ادعوا لنا ربي يفتح علينا باب تاع خير. قصة الأسير الجزائري ليست الأولى وقد لا تكون الأخيرة في معتقل العار. الجزائر عندها تاريخ كبير في كرة القدم. اليوم راني فخور نقدم واحد منهم الفرصة باش يروح بعيد ويجسد هوايته لكرة القدم، يثبت مهاراته التقنية، الروح الجماعية. أنا واحد من نشجع اللاعبين المحليين، واحد من نشجع دائما اللاعبين الجزائريين والصغار والشباب، ونقول لكم اليوم وقتكم. L'objectif de le gardien de but, c'est de protéger les bords. Le deuxième objectif, c'est de placer les joueurs terrain, les bien coordonnés, les bien dirigés. Et le troisième, c'est d'assurer ces buts.